بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله احنا فين؟ احنا رحنا عند الأرض بقى ان شاء الله. زرعت ايه بعد البسلة ما اتباعت؟ اتزرعت الغلة دي اللي هي اللي ايه، اللي بتبقى في مرحلة كده، العروة المتأخرة هي دي. شوفوا صغيرة ازاي، وشوفوا اللي جنبها هي سنبلت هو ده الفرق بقى، ان دي كانت بدري ودي كانت متأخر. فهي دي. فانا كنت قلت لكم ايه، ان احنا هنروح نجمع مع بعض الفول. للاسف انا كل ما اجي الاقي الفول ايه، مجموع. كل ما اجي الفول طارح بقاله شهرين اتنين، ما طبختوش مره ولا جمعته مره. انا كنت قلت لكم ان احنا هنيجي نجمعه ونصوره مع بعض، فهو احنا هنقلعه بقى لان احنا ما بناخدش منه حاجه اصلا. عشان كده ايه، كده مش هينفع. عشان انا كل مره اجي الاقيه مجموع ومتاخد. مفيش مره اللي بيجمعوا كل مره شهرين اتنين كل مره، مش مره لنا ومره اللي بيجمع. لا، اللي بيجمع على طول. فهو كده ملوش لازمه. انا جبت له تقاوي وجبت واحده زرعته على الفاضي، فهو احنا بناخدش منه حاجه، فانا هقلعه. حتى التوم، حتى الخط التوم برضو مسلمش اهو. شايفين خفينه ازاي؟ متقلع برضو، متقلع. فهم معرفش اللي بيقلع الحاجه دي بيتوبني ان احنا ما عندناش نزرع حاجه هنا. ما اعرفش، لاني كل يوم انا اجي عشان اجمع الفول الاقي الفول مجموع كل اسبوع مجموع. الدور برضو اللي بياخد دور على التوم من ورا ومن قدام، ما تقلع هناك اهو. فاحنا هنقلعه بقى، فانا همسكه الوقت تقليع، لان ايه، هو كده بدل ما باخدش منه حاجه ملوش لازمه بقى. فدي الغلابه يا جماعه، هي صغيره لسه لان هي بقى لها شهر. ده عمر صغير بقى لسه. فانا كنت صورت لكم فيديو قبل كده، بس الفيديو اتمسح، وهي كانت ايه، صغيره لسه، كانت بتنبت كده. فهي دلوقتي ظاهره الشمس حلوه النهارده ربنا يجعل يومكم هادي ونادي باذن الله، ورضا من الرحمن، وربنا يصلح حال الناس كلها ويرضي الناس. فاحنا بقى نمسك الفول ده كده. شوف الخط ده لحد فين بقى، الاقيه مجموع كله. وفي الداير برضو هناك اهو عند جنب المصرف، يعني الخط ده طول وعرض، لا باخد منه لا في الطول ولا في العرض. هو دايما بيتجمع، واللي بيجمعه كله. معرفش اللي بيجمع بالليل بالنهار، الله اعلم بقى. فربنا يسهل للكل ويصلح حال الكل وعين كل واحد. فانا ايه دلوقتي بقى ايه، هنقلعه لانه ملوش لازمه وجوده. فانا حبيت اصور لكم كده الارض وهي المنظر ده على الصبح يبقى كويس. شوفوا بقى الغله دي الكبيره، عشان هي سنبلت بقى خلاص، ده شهر وهتتضم. انما دي اللي هتقعد شويه لانها لسه بترعى. هو المناظر اللي جنبنا دي برسيم بقى يا جماعه بتاع المواشي حوالينا ودي الترعه اللي بتروي منها. فحوالينا اراضي في بسلات الناس بتجمع، فربنا يرزق الكل ويعين الكل يا رب. وحوالينا برضو اراضي، اصل هو اللي الزراعه الوقت اللي كلها ايه، غله برسيم بسله فول توم بصل. هي دي الزراعه الشتويه. كتان، هي دي الزراعه بتاع اليومين دول. خضره بتبقى شكلها حاجه كده، العين حلوه على الصبح. مفيش احسن من الطبيعه اللي خلاها ربنا. حابه اشكر جميع المتابعين اللي اشتركوا عند يومية ام محمد واولادها. ربنا يصلح حالكم ويراقب بالكم ويخلي عيالكم
واستر بناتكم وجدعانوا معانا بقى كده يا حبايبي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من دعمكم ولا من حبكم. دعوة منكم بظهر الغيب كده. ربنا يصلح حالنا ويروق بالنا احنا والمسلمين اجمعين، ويصلح حال العالم يا رب، وارحم المصابين في سوريا وتركيا. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك يا رب. وربنا يسترها ويكفينا شر المداري وشر البلاوي. فالغلة دي لسه لها يجي 3-4 اشهر يا جماعة، لانها صغيرة. شوف الفرق بينها وبين التانية، فرق كبير. فهي عشان دي من شهر 11، انما دي لسه في شهر 1، فالفرق بعيد. فدي هتقعد بقى لشهر 5 على ما بقى تكبر زي دي كده ويعني وتسنبل وكده يعني. فربنا يحسن ختامها يا رب، ويصلح الحال ويرزق كل الناس. انا قمت الصبح قلنا ايه نروح عند الخضرة كده، وكنت جاي على اساس اجمع البتاع ده، نيجي نلاقيه مجموع. جيت كنت عايزه اجمعه اطبخه او اي حاجه يعني، مفيش بقى. وكل مره مفيش. فانا دلوقتي بقى هختم معاكم الفيديو عشان هنمسكه بقى تقليح كله ملوش لازمه موجود. وده الحاجه انت ما بتاخديش منها يعني. مثلا اللي يجمعوا مره 2، انما ده بقى له شهرين على طول، يبقى انا هاخد منه كده؟ لا، انا هقلعه بقى عشان حتى ما حدش ينزل يهرس في الارض وخلاص، لان رايح وجاي بنات تشويه وبيدهوسوا كمان في الارض هون، فمالوش لازمه بقى. عشان حتى نراعي الزرعه اللي بتدهوس دهيا يعني. اللي بيجمعوا كسروا وجمعوا وبيدهوس كمان في الارض، فده ما ينفعش. فهو بلاها بقى، مش مشكله. اعتبر ان احنا ما زرعناش السنه دي، وهنقلعه بقى نرميه على الجسر نهون. هنقلعه بقى نرميه على الجسر نهو، وخلاص على كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.